جلالة الملك بحكم السلطات التي تملكها دستوريا من عليهم بعفوه، هذاك شغله. جلالة الملك يعفو عن العقوبة بقرار منه، هذه سلطاته. دبر الرسول. توبوا إلى الله وارجعوا إلى الله واحترموا ولي الأمر. واحد جالس في برنامج مع 3 ديال الصحفيين كيتكلم على ولي الأمر بحال جالس في القهوة ديال با صالح فين تيجلس الجمهور ديال الرجاء. شغلو هذاك دبر راسو، هذا راه ولي الأمر وقد أعطيته بيعة وأقسمت بين يديه. ايوا كما تنقولوا بالمغربية لعب باب دارك. فهؤلاء لم يوقروا الله ولم يوقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوقروا هذا الدين الذي هو من عند الله. أتراهم يوقرون يعني ولاة الأمور؟ عجيبة ديال الجرأة، والله لا عجيبة جدا. ايوا سيدي، القانون الناس أمامه سواسية، فكما أنت تحاكم الناس ينبغي أن تحاكم. وحنا راه ما كنتخلعوش بالتجرجير في المحاكم، اللهم لك الحمد. إذا كان الإنسان يمشي على كلمة الحق وعلى الدعوة والتبليغ والمنافحة عن الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحسنى، ماشي مشكل، والله ما مشكل. ولكن العيب هو تمشي وانت قاتل أو سارق أو خائن وسرقتي ثروات البلاد ونهبتوا الناس وكليتوا الناس وتظنون أن صاروخ الفقر لن يصيبكم، كما قال أحدهم: لو كان الفقر صاروخا لن يصيبني، فأصابه الفقر ومات ذليلا. فالذي يفقر ويغني هو الله، والذي يعطي ويمنع هو الله. وخيركم من طال عمره وحسن عمله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس شر، قال: من طال عمره وساء عمله. حشموا على الشيب الذي طفل في عوارضكم وفي رأسكم. عيب وعار تجرؤوا على الدين، عيب. تدعون فوق ذلك أنكم مثاليين، أنتم القدوة. احنا قدوتنا وإمامنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نحترم ولي أمرنا بناء على توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم، وانتم والله ما نطيعكم، والله ما نسمعوا لكم، والله تردوا عليكم ما حيينا وما بقينا. ولا خير في هذا اللسان إذا لم ينطق بكلمة الحق ولم ينصر هذا الدين ولا المستضعفين ولم يدعو لإخوانه. يريدون أن نعيش على الهامش.